من الجميل ان انت تمارس نشاط وانت في حياتك الجامعية. النشاط ده بيتمثل في مشاركة في الأسر أو اتحاد الطلاب أو الجوالة أو ما شابه ذلك. النشاط اللي انت بتمارسه في أيام الجامعة بتديك مهارات انت بتحتاجها في سوق العمل، زي مهارة القيادة، مهارة العمل الجماعي، مهارة التواصل الجيد. المهارات دي بتفيدك جدا في سوق العمل وتفيدك جدا في حياتك بشكل عام. ولكن ركز، ولكن الخطأ الشائع، الخطأ الشنيع، ان بعض الطلبة بتخلي النشاط هو الأساس والهدف الأساسي هو الثانوي، فبتدمر نفسها. حضرتك هدفك في الكلية، وليكن مثلا انت كلية آداب قسم جغرافيا، فانت هدفك الأساسي تبقى أخصائي مساحة أو مهندس مساحة. فانت شغلك الأساسي مهندس مساحة، وبتحتاج مهارات التواصل مثلا أو القيادة في عملك. في ناس بقى بتعكسها، بتخلي أساس الحياة الجامعية هو النشاط وشوية دراسة، مع ان الصح هي دراسة وشوية نشاط. انت فاهم الفكرة؟ فالطالب للأسف بيقع في الفخ ده وبيقع في المشكلة دي، وبيطلع بعد 4 سنين كلية حرفيا غير مؤهل لسوق العمل أبيض. دي بعض الأخطاء الشنيعة اللي الطالب بيقع فيها. من الجميل تمارس نشاط، من الجميل تحب النشاط. من الغلط اللي انت تجعله اساسك في حياتك الجامعية تهتم بالاتحاد او بالاسرة او باي نشاط عن دراستك. انت كده انحرفت عن مسارك. بيجي لي السؤال هنا من بعض اخواتي وطلابي واصدقائي: ايه اللي يخلي الطالب اصلا يشترك في نشاط؟ انت ظاهريا باين ان انت حابب النشاط، بس علميا ونفسيا انت كطالب بتحاول تسد الثغرة، فجوة جواك عشان ترضي ذاتك. للأسف انت عندك فجوة جواك نتيجة تراكمات ماضي او نتيجة امور ما اتحلتش، زي ان انت حابب ان انت تتسمع، حابب دور القائد، حابب دور اللي انت فيه. انت فاهم الفكرة؟ ومحتاج انت حل سريع. يعني هل الدراسة هتوصلك للهدف اللي انت عاوزه؟ ايوه، الدراسة والعلم والشغل هيوصلك اللي انت عاوزه، ولكن الدراسة هدفها طويل المدى. يعني انت على ما تشتغل وتوصل للبوزيشن اللي انت عاوزه بتاخد شوية وقت. للأسف الطالب بيبقى عاوز يسد الثغرة اللي جواه نتيجة تراكمات ماضي فورا. يعني الطالب اوقات بيحس الطالب من جواه، الطالب من جواه حتى لو جسمك ما بلغكش، وانت من جواك حاسس بكمية نقص، مثلا ان انا ما بتسمعش، انا غير مؤهل كفاية، انا غير كفء، انا غير قائد. مشاكل جواك دي بتعمل فجوات. فلما انت بتروح مثلا نشاط وتبدأ تحس بعكس كده، فانت جسديا ونفسيا بتحس بإرضاء ذاتك، فبتقضي وقت كتير في المكان اللي انت مرتاح فيه. انت حاسس ان انت صح، بس انت مش صح. للأسف إرضائك لنفسك في الوقت ده، في الوقت الحالي بالشكل ده، هو ضرر لمستقبلك، لان انت بترضي حاجة وسايب مستقبلك كله، سايب الهدف الأساسي مستقبلك، البوزيشن اللي انت عاوز تبقى فيه، الوظيفة، تطوير الذات. انت فاهم الفكرة؟ فنرجع تاني لأول الفيديو. من الجيد اللي انت تمارس نشاط، من الجيد ان حياتك يبقى فيها جزء نشاط بتمارسه، بحيث النشاط ده بيعلمك مهارات وبيرضي اجزاء في جسمك. من الغلط ان انت تخلي حياتك كلها نشاط وتنسى مستقبلك. مستقبلك هو اللي باقي لك. انا فاهم ان المستقبل ناتج طويل المدى، بس يستحق اللي انت تحارب علشانه. اتمنى ما تقعش في الخطأ اللي كتير وقعوا فيه. انا اخوك عز فليفل.